الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد. أيها الأحبة في الله، عنوان هذه الموعظة: المؤمن ثابت كالنخلة نافع كالنحلة. لقد ضرب لنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام العديد من الأمثال، وشبه المؤمن بأجمل الصفات. وضرب الأمثال أسلوب تربوي ناجح يؤدي دورا مهما في غرس الأخلاق والفضائل، استعمله الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام في تربية أصحابه وتوجيههم وموعظتهم. ومن التشبيهات النبوية الجميلة، شبه الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن بأفضل وأطيب الأشجار. إنها النخلة شأنها عظيم، كم فيها من فوائد. ها هو الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه ذات يوم في مجلس نبوي مبارك، فسألهم سؤالا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إنها مثل المؤمن فحدثوني عنها. فبدأ الصحابة يخوضون في كل أشجار البوادي، وغفلوا ونسوا أقرب الأشجار إليهم وهي النخلة، فقالوا: حدثنا عنها يا رسول الله، ما هي هذه الشجرة؟ قال: إنها النخلة. والسؤال: ما هي أوجه الشبه بين المؤمن والنخلة؟ من أهم أوجه الشبه بين المؤمن والنخلة أن النخلة من أفضل الأشجار على الإطلاق، والمؤمن أفضل الناس، خير الناس، أفضل البشر، خير البرية. والنخلة من أصبر الأشجار على الإطلاق، تصبر على الحر وعلى العطش. وكذلك المؤمن فهو من أصبر خلق الله، فالمؤمن يصبر على البلاء، من أعظم الناس صبرا على البلاء والمحن والفتن. وأنتم الآن ترون الشعب الفلسطيني يقدم أروع الأمثلة في الصبر والمصابرة أمام المحن وأمام الإبادة وأمام الحصار والتجويع والتقتيل. النخلة من أطيب الثمار ومن أطيب الأشجار، وكذلكم المؤمن فهو من أطيب خلق الله، فهو طيب، لا يأكل إلا طيبا، ولا يشرب إلا طيبا، ولا يلبس إلا طيبا، ولا يسكن إلا طيبا، ولا يركب إلا طيبا، ولا يقول إلا طيبا، ولا يجالس إلا الطيبين، يعيش حياة طيبة ويموت ميتة طيبة، ثم يكرم بجنة طيبة يدخلها إن شاء الله تعالى. ثم النخلة هي من أطول الأشجار عمرا، وكلما طال عمرها إلا وازدادت عطاء ونفعا وفائدة وجودة. وكذلك المؤمن فكلما زاد في عمره وتقدم في العمر وطال في عمره إلا ويزداد قربا وخيرا وتوقا واستقامة ونفعا لعامة الناس. والنخلة هي من أنفع الأشجار على الإطلاق، فكلها منافع، كلها فوائد، هي خير كلها. وكذلك المؤمن ينفع الناس، فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الناس وعن أحب الأعمال، فقال: أحب الناس أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على أخيك المسلم. ثم إن النخيل متفاوت في الجودة وفي النوع، وكذلك المؤمنون متفاوتون، فمنهم السابقون ومنهم المقتصدون ومنهم دون ذلك. النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كما قال القرآن الكريم. وكذلكم المؤمن ثابت الإيمان واليقين، ونفعه دائم، ويعطي النتيجة أينما حل وارتحل. ولذلك أوصانا ربنا سبحانه وتعالى بالثبات، قال: فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولقد ضرب المؤمنون الأوائل ضربوا أروع الأمثلة في الثبات والصبر أمام المحن وأمام الفتن وأمام الابتلاءات. ومن ذلك سحرة فرعون، كيف ثبتوا وكيف كان جوابهم؟ مضرب الأمثال، قالوا: اقضي ما أنت قاض. وكذلكم الأنبياء قد ضربوا الأمثلة في الثبات والصبر والمصابرة، سيدنا النبي كيف صابر وصبر. ثم الصحابة بلال وعمار وخباب وآل ياسر كيف ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والمصابرة والثبات أمام الفتن والمحن. وهكذا ينبغي الإنسان يكون المؤمن، وهكذا يتعلم الإنسان المؤمن من إخوانه المؤمنين كيف يكون الصبر والثبات على الحق، والثبات على الإيمان وعلى الدين، والثبات على الأرض، كما يقدم ذلك الشعب الفلسطيني دروسا وعبرا في هذا الباب. ثم إن
النخلة تحتاج إلى رعاية خاصة وبيئة خاصة، وكذلكم المؤمن يحتاج إلى سقي خاص. فالإيمان شعب، الإيمان شعب كثيرة، فيحتاج الإنسان إلى أن يجدد إيمانه ويراقب إيمانه ويتعهد إيمانه بماذا؟ بالسقي والمراجعة والمتابعة. وكذلك النخلة تحتاج إلى بيئة، لا تنبت في أي مكان ولا تنتج في أي مكان، تحتاج إلى بيئة وتربة خاصة. وكذلكم المؤمن، فالإيمان لا يكون في أي قلب، وإنما يكون في القلب الذي طبعا تقبل الهداية وشرح الله صدره للإيمان وللإسلام. فكن أخي المؤمن كن كالنخل، كن كالنخل مرتفعا، كن كالنخل عن الأحقاد، كن كالنخل عن الأحقاد مرتفعا يضرب بالحجر فيعطي أطيب الثمر. كن طيبا، كن طيبا في مطعمك ومشربك وملبسك، وكن طيبا في كلامك، لا تقول إلا طيبا، لا تقول إلا خيرا. وهذه صفة من صفات المؤمن. واصبر إذا ضقت ذرعا من ظلم الزمان، فلا يحلل اليسر إلا بعد الإعصار. الله نسأل أن يجعلنا وإياكم من الطيبين ويحشرنا مع الطيبين، آمين والحمد لله.